بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا حظ الدنيا ونعم الآخرة يا رب العالمين. يا رب تكونوا بخير. أنا عايزة أقول كلمة في حق عبد الفتاح السيسي. الراجل دوت جالنا في وقت صعب، ومش هيفهم الكلام بتاعي ده غير اللي عاصر الفترة من أول 2013 لحد الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. عايزة أقول كلمة حق تقال في حقه، لأن من اللي مش بيدي للناس حقهم ما يستحقش إن هو يكون إنسان. اقول اللي ليا ولا او اقول اللي عليا. الراجل ده هجرنا في وقت صعب، في وقت مصر كلها كانت لحد دلوقتي مصر بيحاك لها كل المخططات من كل الدول، ومحدش بيرحم. لو حصل حادثة بسيطة الدنيا كلها تطلع تهاجم مصر والمسؤولين. لو حصل حريقة يطلع يقول لك مين اللي ولع ومين اللي عمل ومين اللي خرب. وتلاقي تنظير من دول اصلا ملهاش دخل في مصر. انتوا خليكم في دولكم، اللي عاوز يعلق على حاجة يعلق في دولته، ما يعلقش في ما يعلقش في جمهورية مصر العربية. مصر للمصريين فقط. احنا اللي داخل بينا خارج، اللي داخل بينا خارج. ما احنا مش طالبين من اي حد يجي يعلق على دور مصر بالنسبة للقضية الفلسطينية. مش طالبين من اي حد يجي يعلق على دور مصر بالنسبة للاحداث اللي بتحصل في البلد. مش طالبين من اي حد سواء الدول الاوروبية او اخواننا العرب. احنا مش طالبين منكم تعليق، ولا طالبين منكم ان انتوا تتدخلوا في شؤون مصر الداخلية. مصر للمصريين فقط. وبالنسبة للي بيتكلم عنه ابراهيم عيسى، اللي هو اصلا بيدعو للالحاد، وكان عامل منظمه اصلا عاوز يدعو الناس ان هو يخرجوا عن دينهم ويتطاولوا على الدين. انت دلوقتي طالع فاكر عاوز تقول، طالع بتقول ان اللحمه بقى ب 400 جنيه، والبنزين مش عارفه كان بكام وبقى بكام. انت هو انت من الطبقه الفقيره؟ اللي ليه حق يتكلم في البلد دي الطبقه الفقيره، الطبقه المتوسطه اللي زينا واللي زيك وزي زي الغلابه. الغلابه اللي مش لاقيه تاكل فعلا ومش عارفه تعمل مستقبل لعيالها في ظل الغلاء اللي احنا فيه. احنا ما بنتكلمش، بالعكس احنا معاه قلبا وقالبا. احنا مع السيسي قلبا وقالبا. وده مش رأيي لوحدي، يعني ده رأي جموع الناس اللي انا بشوفهم او اللي انا بسمع رأيهم. ناس كتير بتقف في ظهره. انت يا ابراهيم يا عيسى عاوز تركب على الموجة، وانت اصلا اخر واحد ممكن اصلا المصريين يتابعوك في حاجة. انا عن نفسي، انا لو ليا عقل وليا دماغ مش هتبع واحد اصلا ليه عقلية كده واتبعه في اي حاجة بصراحة. انا لو في تعليق على الغلاء، يبقى الغلاء على الفقراء طبعا اولا، لان انت واحد من الناس بتجيب طلباتك وبتجيب متطلباتك بكل سهوله وكل يسر. احنا الغلابه احنا ما بنعلقش. ان كان حد بيطلع مثلا يعلق من غلبه او من الحياه الصعبه او من كده، فده من حقه يطلع يعلق. لكن ما بيطلعش يقول يعني عاوز يقلب نظام الحكم. ومين اللي قال لكم؟ برضو في شويه فيديوهات وشويه جراثيم كده طلعت تتكلم بتقول لك ده النظام هيمشي قريب. مين اللي قال لكم ان النظام هيمشي قريب؟ احنا الشعب المصري، احنا المنتخبين عبد الفتاح السيسي واحنا وراه. انا مع الراجل ده قلبا وقالبا. عايزك قبل ما تحكم على الراجل ده تشوف هو عمل ايه للبلد. عمل شبكة طرق ما اتعملتش من تقريبا من 100 سنة، ما اتعملتش. عمل شبكة طرق في وقت قصير جدا. طبعا ممكن يكون فيها اخطاء. المشاريع اللي بيعملها يا جماعة ليها اخطائها وليها مميزاتها. مش هو مش نبي نازل من السماء ومعاه عصاية سحرية هيقول لك انا هعمل ده هعمل ده. بس هو بيسابق، هو فعلا كإنسان بيسابق الزمن. وهو طبعا مش هيبقى رقيب على كل اللي هو بيدي الأوامر. المفروض الأوامر تمشي، لو ناس بتحب البلد هي اللي تنفذ الأوامر بتاعته عشان هي صح. لكن هو مش هيمسك اللي كل واحد يقول له اعمل، انت بتعملش، ما بترعيش ربنا في منصبك ليه. عمل شبكة طرق، عمل مزارع سمكية. بيحاول يوسع الرقعة الزراعية. بيحاول على قدر المستطاع أنا شايفة إن ده بني آدم. أنت ليه مستني من واحد عاوز يجي يحكم مصر؟ انت كنت عاوز تقف مكانك مطرح ما انت واقف ايام الرئيس حسني مبارك الله يرحمه. هو كان يعني عاوز الغلابه يفضلوا في مكانهم وما يجيش على قوتهم. لكن احنا الغلابه احنا مستحملين. انا من الطبقه المتوسطه او من تحت الطبقه المتوسطه. احنا مستحملين ليه؟ عشان اللي بيتعمل ده بيتعمل لعيالي، بيتعمل لاحفادي ان شاء الله. احنا كمصريين فاهمين الواقع وهو مفهمنا. احنا دلوقتي فهمنا الواقع.
مسلح الجيش بأحدث أسلحة ممكن، احنا عارفينها معروفة أو مش معروفة. بيقول لك ما تخافش. هو الحاجة الوحيدة اللي عبد الفتاح السيسي خايف منها ان احنا الايد الواحدة دي تتفك، لكن ان شاء الله مش هتتفك. احنا في امان ليوم الدين، احنا في رباط الى يوم الدين. واحب اقول لكل مؤامرة بتحصل على مصر، صدقوني مش هيبقى دي، مش مصر مش مكانكم، وعمر مصر ما هتكون مكانكم. مصر ايد واحدة، والشعب المصري ايد واحدة. مهما اختلفنا، مهما احنا لو بنختلف داخليا وبنتفق داخليا، محدش له دعوة. احنا الخارج بينا، الداخل بينا خارج. وانا واخويا على الغريب، وانا وابن عمي على الدنيا كلها. فدي كلمتي النهارده، ودي شهاده الحق اللي انا كنت عايزه اقولها. وتحيا عبد الفتاح السيسي، وتحيا جمهوريه مصر العربيه، سواء بعبد الفتاح السيسي او باي مواطن شريف وبجيشها وبشعبها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.